اقول حلقه واكملها النهارده، عشان كده انا مضطر بعد ما جاتني الرساله دي، وهقول لحضراتكم ان انا احلف يمين الله الاول، لان انا حلفت يمين الله قبل الهوا بساعتين بعد ما جاتني الرساله دي، ان لا هتريق ولا هسخر، وانا عمري لا بتريق ولا بسخر، بس شكلي كلامي بيقول انه تريقه، لكن انا احلف يمين الله ما هو تريقه. فخليني احلف يمين تاني اني ابعد عن الاسلوب اللي ممكن يكون شكله تريقه، لانها جايه من ولد شاب صغير، انا ابوه وجده كمان جايز، المفروض ان انا اوجهه بلطف، وبعدين انا بقول رسالته على الهوا من غير ما اقول لا اسمه ولا اسم امه ولا اسم ابوه ولا اسم حد. وهو سالني الراي، والراي ده مهم جدا في الخطاب الديني المعكوك. ازاي احنا نعمل اللي كده نعملها كده. حبيبي ابني بعت لي، ركزوا بقى معايا، انا طالب في الثانويه العامه واحببت فتاه وعملت استخاره، وشفت في منامي ان هذه الفتاه قاعده جنبي حامل مني، وامي بتديها كوبايه لبن وبتقول لها خدي اشربي ده هيعينك، وهي اخدت اللبن من ايد امي وشربته. ارجو الرد يا دكتور مبروك، لاني لا اثق الا في رايك. الله يكرمك يا ابني ويكرم اللي زيك. بعيد بقى زي ما قلت لكم عن اي اسلوب مني يوهم بان انا اسخر او اضحك من هذه الرساله، او له نمره واحد يا حبيبي، كونك تحب لا املكها لا انا ولا الدنيا بحالها. قلبك حس بحاجه، مشاعرك حست بحاجه، اوكي. عملت استخاره، من هنا لازم اقول لحضرتك يا حبيبي استوب وشوفوا بقى. هي الاستخاره يعني ايه؟ باخد راي ربنا، وربنا ملوش راي زي البشر يعني، بس انا بستخير ربنا، بقول له اختار لي، يعني بقول له يا رب انا مش عارف، انت اللي عارف. الاستخاره سنه ومش لازمه ومش واجبه. ده 1 2 3 ركزوا. الاستخاره لما يعملها ولد من اولادي او طالب علم غير مؤهل للزواج بكل المقاييس، ويعمل استخاره، يبقى زيه بالظبط زي اللي بيصلي الظهر الساعه 4 الفجر. يعني واحد قام من النوم لقاها 4 الا ربع، راح اتوضى وقال ايه، نويت اصلي الظهر بتاع النهارده عشان مش هبقى فاضي، هبقى عندي محاضره ولا حصه. الله اكبر، وصلى 4 ركعات في منتهى الخشوع. حكمه ايه ده؟ من اول السطر جاهل وصلاته غير مقبوله. لماذا؟ لان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، على الشمال في سورة النساء. معنى كده ان حضرتك لما تصلي الوقت الظهر قبل اوانه غير مقبولة الصلاة. يعني بعد اوانه يجوز لانه فات فانت بتسدد دين، لكن قبله لا. ده كلام جميل. فاحنا عملنا استخارة قبل الاوان، فالاستخارة مش هتطلع فوق راسك بملي، ولا ربنا هيقبلها ولا هيجيبها ولا كأنك عملت حاجة. انت امتى تعمل استخارة؟ هقول لك وقول للمسلمين وجميع المشاهدين. تعمل استخارة لما تتخرج وتلاقي وظيفة وتجيب شقة وتبقى قادر على فتح بيت، وتختار فلانة الفلانية وتدور عليها أصلا وفصلا وتدرسها كويس جدا
وتتفق مع أهلها على كل حاجة عقلية مقبولة محترمة ترضيك، وقبل كتب الكتاب بليلة أو بساعة تعمل استخارة. لا من أول الخطوبة تعمل استخارة، ولا كل اللي بنعمله ده دجل وعدم علم بالدين. واحد، الاستخارة أدب مع ربنا، بتقول له يا رب تعلم وأنا لا أعلم وأنت علام الغيوب، أنا شايف كله فل يا رب، ممكن حاجة تكون غايبة عني ما أعرفهاش، فلو كان خير لي يا رب وفاني، لو كان شر بعد عني. بالعامية بالفصحى بأي لغة تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك تعلمه ولا أعلمه وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان هذا الأمر وتسمي حاجتك سفرك أو جوازك أو بتاع الطلاق ملوش استخارة. على فكرة مش حاجة اسمها استخارة، أنت خلاص جربت وعرفت إن مفيش فايدة، مفيش فايدة، مفيش فايدة، يبقى تطلق على طول بعد أسباب العلاج. لكن ما تعملش استخارة وتقول لي أنا عملت استخارة. أكيد هنكمل وهنقول كلام مهم جدا بعدها. لا يعني الاستخارة، والله إبراهيم بيفكرني ما هو بينه وبين طالب الثانوية العامة سنة أو سنتين أو حتى 3، يعني السن متقارب. احنا عرفنا الاستخارة دلوقتي اللي كلنا إلا من رحم الله بيعملها غلط. يعني خطيب جاي لبنتنا من أول ليلة نعمل استخارة، ده إيه ده؟ ده إيه الدين الترانزستور ده؟ أتكلم براحتي بقى أنا بأسلوبي يعني. وإحنا شفنا حاجة؟ لا إله إلا الله يا رب. نسأل عليه نعاشره سنة، نتفرغ له عشان نعرف إيه اللي وراه وإيه اللي قدامه وطبيعته وكذا. وقبل كتب الكتاب بساعة إلا ربع نعمل استخارة. لو ربنا مش رايد بقى وهيستجيب دعائنا، لأن الاستخارة دعاء، فلو ربنا هيستجيب دعائنا وفعلا نفوض له الأمر، هيهدها بمعرفته. لو فيها شرط ربنا بمعرفته هيخلي القلم اللي مع المأذون ما يكتبش، هيخلي المأذون نفسه يقول مانيش جاي، مش هنلاقي دفتر يومها، في 100 علة هيختلفوا على أي حاجة في الدنيا مش هتتم، أو هيخليها زي الريح لو فيها الخير، لو قبل دعاءنا كويس. إنما من البداية كده أنا استخارة، استخارة إيه بس؟ استخارة إيه؟ الحاجة التانية، الاستخارة لا تكون في أمر معلوم. يعني الحاجة اللي معلوم نتيجتها ما فيهاش استخارة، زي ما قلت لكم قبل الفاصل. ما فيش استخارة في الطلاق، لأن احنا جربناه وعاشرناه وعرفنا حاله واللي قدامه واللي وراه، وخدنا منه بالبنية وخدنا منه بتاع. استخارة ايه؟ مفيش. قرر بعد ما تفكر وخد قرارك وتوكل على الله، ولا استخارة ولا غير استخارة. 2 في 3 في 6 اعملها استخارة. واحد مزنوق عايز يروح الحمام يعمل استخارة؟ يعني رمضان جه والرؤية بانت لينا، النبي قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. الهلال ظهر، اعمل استخارة اذا كنت هصوم بكره مع المسلمين ولا مش هصوم. ده هول صراصير في الدماغ، ما ينفعش الكلام ده. استخارة في الامور المبهمة، الامور المبهمة. حتى بعض الناس اللي بيستشيرني اسيب الشغلانه دي واروح الشغلانه دي مع ان دي فيها خير ليا اكتر، بالورقه والقلم تروح على طول وتتوكل على الله. ربنا قال فاذا عزمت فتوكل على الله، ما قالش فاذا عزمت فاستخيرني. لكن قدم الاسباب، فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. شاورهم، شاور البني ادمين، ما قالش شاورني انا، عيب. خلاص احنا بنهبل وبنحول الدين الى دجل. ارجوكم ركزوا في هذا جيدا. الحاجة التانية بقى دي مهمة جدا جدا. طالب الثانوية العامة ده لما يحب، طالب الشغل لما يحب، طالب الكذا لما يحب، واحد رايح شغل لما يحب، واحدة رايحة الشغل لما تحب، واحدة رايحة تطلب العلم لما تحب. أعيد تاني وهقوله مش همل، وافتكروني باللي أنا بقوله. النية عندنا بها دخل، يعني بها فساد. أنا نيتي إيه وأنا خارج من بيتنا؟ أنا نيتي إيه؟ طالب علم شايل كتاب، شايل مفكرة، شايل مذاكرة، شايل بلوك نوت، شايل أجندة، ورايح أطلب علم. أنتوا عارفين لو النية دي ما فيهاش دخل، يعني ما فيهاش عنكبوت وصراصير، قسما برب الكعبة لو جت إليزابيث تايلور وصوفيا لورين في العصر الحديث، وجت عاتكة بنت زيد ملكة جمال العرب أيام الرسول،
وجت سكينة بنت الحسين ملكة جمال العرب في التابعين وملكات جمال الكون، أنا يا صحيح نيتي أقسم بالله ما هشوفهم إلا رجالة وكلهم دمامة. لأن النية يعني إيه؟ أبوس إيديكوا. النية يعني هيمنة الأمر اللي أنا خارج علشانه على جميع شعوري. مفيش جوايا فراغ تنتوفة لأي حاجة تدخل. مفيش جوايا، أدي معنى النية اللي هي شرط لكل عمل. واحد هو بينوي الصلاة ما عندوش، ويقول لك كده الفقهاء عبارة ب3 مليار دولار بإن من نية الصلاة ألا تقطعها. يعني هتكمل ال4 عصر، يعني هتكمل ال4 عصر، ادي معنى النية. إلا إذا جاء شيء خطير جدا يخليك تقطع الصلاة، الدنيا ولعت، عيل هيمسك كهرباء، وأعمى هيقع في بير زي ما في كتب الفقه، أي حاجة خطيرة تخليك تقطع. لكن أنت من نيتك مشغول بإن المغرب 3 وأنت هتجيب ال3، ما أنتش متردد يا تكمل يا ما تكملش، أدي معنى النية. ولذلك اللي عنده النية ليه الجواز بيتجوز. اللي رايح يخطب ومفيش في نيته جواز لن يوفق. ما تقولوا ايه؟ لا 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 يا ماما او امه او بتاع. النية يعني لو هو رايح يتجوز وامه نيتها برضو انها تصحبه كده وتفشكلها، هتتفشكل. ان يريد الإرادة قلب إصلاحا يوفق الله بينهما. يقول لك على ما يعود الضمير؟ إن يريد إصلاحا. هل ألف الاثنين تعود على الزوجين ولا تعود على الحكمين؟ أنا رأيي على 4، ولكن تعود على الاثنين. إعادة الضمير على الاثنين تشمل إعادته على 4 وعلى 80 كمان قبل منه. في التناسق في اللغة العربية، أغلالا وسعيرا، سلاسلا وأغلالا وسعيرا. هي سلاسلة ممنوع من الصرف، لكن جت جنب مصروفين، جت جنب مصروفات، جنب بأسماء، فالتناسب خلى إن إحنا ممكن نقرأ إنا أعتدنا الكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. سلاسلا مع إنها ممنوعة من الصرف، يعني ممنوعة من التنوين، ولكن تنون لوجودها جنب أغلالا منونة وسعيرة منونة. التناسب خلى الممنوع من الصرف مصروف. احنا عايزين التناسب ده، احنا عايزين التناسب ده. تروح امك وهي منوهه، وروح معاك ابوك وهو منوه، وما تاخدش واحد وهو متردد معاكوا، هيطلع نفس مش حلو، هيقلب كيان الاوضه اللي انتوا قاعدين فيها. الشيطان هيتحرك في نفس التردد. عمر الشيطان ما يتحرك في نفس اليقين نهائي. قال الا عبادك، الشيطان قال كده لربنا الا عبادك منهم المخلصين. انت عارف مخلص يعني ايه يا حبيب قلبي؟ خ لام صاد، خلصة، زي اللبن الخالص من الشوائب، من العسل ومن السكر ومن أي إضافات ومن مية. الخالص يعني اللي هو 100 ولا فراخ الجمعية. الخالص الخالص، ألا لله الدين الخالص. فالنية لطالب العلم إنه لا يبص لشمال ولا يمين، ولو كلم بنت زميلته أهلا صباح الخير كأنه بيقول لها ازيك يا محمد، لا يبص لهنا ولا للعقد ولا انت شيك. بدام قال انت شيك قوي وانت ذوق قوي، اهي دقن مبروك عطيه اللي ما حد لعب عليها ابدا. شوف النفع لا يمكن. هتقول له خدنا ايه امبارح، يقول لها تقصدي ايه، ويديها المحاضره وملي ويشرح ويتعلم على ايديها روح لروح. لكن لا يمكن بادي البادي والنيه مشغوله بطلب العلم. وزيك انا بنصح نفسي وبنصح حضراتكم، يا ريت نجدد النية في حب ربنا. لو اتملى كل صدر فينا بحب ربنا، مش هقول لك مش هيبقى فيه ذرة لغيره، لا، ده الحب الوحيد المختلف. ده هيبقى فيه حب الدنيا وحب المرأة وحب الولد وحب الحلال، يترتب على حب الله حب ما شرع، ويترتب على حب الله بغض ما نهى وبغض ما حذر منه. النية دي مهمة جدا يا ولدي. انت عارف اللي بتقول عليه ده حبيبي بتاع وقلبي وحلمت وبتاع؟ بالمناسبة الاستخارة ملهاش منامات، العب غيرها لما تيجي في الحارة بتاعتي، انا حارتي سد. اللي يقول لك استخارة تشوف منام دجال.
واللي يقول لك الاستخاره حسب ميولك القلبي دجال. الاستخاره لا فيها منام ولا فيها ميول قلبي. قولي لي مين اللي على التليفون؟